4 نعوش تستعد لاستقبال 4 جسامين، 3 أطفال ووالدهم المتهم بإنهاء حياتهم. برحب بكم متابعينا الاعزاء، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان. ما زلنا معاكم في تغطيتنا المستمره من داخل محافظه الدقهليه، وزي ما حضراتكم سامعين الزغاريد بتنتظر او الاهالي بينتظرون وصول ال4 جسامين بالزغاريد، والسيدات يتشحن بالسواد او يرتدين الاسود، ولكن للاسف الشديد يعني بيطلقنا الزغاريد حزنا على وفاه ال4 جسامين او وفاه ال3 اطفال. زي ما حضراتكم شايفين بيتم تجهيز ال4 نعوش. الان نعشين امام حضراتكم، والنعشين الاخرين ما زالوا موجودين. بيتم طبعا تم الان خروج الجسامين ال4 من مشرحه المستشفى الدولي بمدينه المنصوره. بدات الواقعه امس في ساعات متاخره او في الساعات الاولى من صباح اليوم، حيث قام عصام العزباوي 35 عام صاحب محل ادوات منزليه وسائق تريلا بطعن زوجته رقم 4 وزوجته الرابعه، وليست ام الاطفال، طعنها ما يقرب من 15 او 18 طعنه، ثم قام بخنق اولاده. طبعا هنقول لحضراتكم التفاصيل واللي حصل واللي ورد الينا الان عبر مصادر خاصه لينا من احدى جارات المجني عليها، وهي صديقه المجني عليها ايضا، واكدت ان كان في خلاف داخل المحل. الاب عصام 35 سنه سواق تريلا، بيطلع 15 يوم، بيجي يوم كل 15 يوم او يومين، وطلب من زوجته ان هي تطلع او تقعد ترعى اطفاله ال3. الاطفال من زوجته الاولى والتي وفاتها المنيه عقب او لحظه انجابها او لحظه ولادتها لابنها معاذ البالغ من العمر 5 سنوات، واللي هي كانت مصابه بكورونا فلم تستحمل الام المخاض وفارقت الحياه. بعدها بدأ الأب في رحلة البحث عن زوجة تكون حضن دافي لأولاده، وبالفعل نجح، ولكن بعد فترة بسيطة انفصل عنها وقال إن هو لسوء معاملتها، أو أرجع ذلك لسوء معاملتها لأطفاله. بحث عن زوجة ثالثة ولاقى نفس المصير صعب للأسف، وانفصل عنها للمرة الثالثة. في المرة الرابعة تزوج بابنة خالته أو ابنة عمته، يعني في صلة قرابة ما بينهم، وهي نجوى، واللي بيطلقوا عليه هنا داخل القرية زبدة. وصاحبتها قالت ان هو في بادئ الامر كان بيطلب منها، بيقول لها انا كفيل ان انا اربي اولادي وان انا ارعاهم، وكمان في زوجه في طفله بنت اخوه يتيمه هو كان بيرعاها بعد وفاه شقيقه، وكمان ان الزوجه دي هو بمجرد انفصالها من زوجها الاولاني وكان معاها اطفال كبار تقريبا في المرحله الاعداديه، وعرض عليها قال لها هتاخدي ولادك معاكي وتربيهم في حضنك، مش هحرمك منهم، وانا عندي اطفال 3 اطفال وبنت اخويا الرابعه لو تقبلي، وان انا هرعى 6 اطفال واشيلهم في عينيا وانا مقتدر ماديا. وفعلا الناس كلها اكدت على حسن رعايه الاب للاطفال ال6، وان هو كان اب حتى لابناء زوجته، يعني من رجل اخر او من زوجها الاولاني، وكان مقتدر ماديا، وكان راجل محترم معتاد المساجد، وكان حتى زي ما بيقولوا كده السيجاره ما بيحطهاش في بقه باللفظ اللي هو العامي او بالكلمه العاميه، وقالوا كان محترم جدا وكان بيعاملها بما يرضي الله، وهي ايضا كانت كويسه، ولكن كان في اختلاف ما بينهم. زي ما حضراتكم شايفين بدات الجسامين، بدات النعوش تتحرك لدخول للمسجد لاستقبال الجسامين التي على وشك الحضور زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا شال الاطفال في عينيه، ولكن كان وجه الخلاف الوحيد ما بينهم ان هي عايزه ان هي تقعد تنزل المحل بتاعه زي تغيير جو، وهو طلب منها ان هي تفضل في البيت ترعى ال6 اطفال هم احق برعايتها، ولكنها كان هنا نقطه الخلاف. نزل من شغله من على التريلا سواء نزل، بدا العتاب ما بينهم، دخل طبعا المحل تفاجأ بالعامل الموجود مع زوجته، طلب منه ان هو يطلع بره وقال له هتكلم مع زوجتي. العامل طبعا قدر حاجه زي كده وانصرف، وبدات وصلة عتاب ما بينهم عاديه زي اي وصلة عتاب ما بين زوجين. مش قلت لك اقعدي في البيت؟ وده كان كلام احدى صديقاتها، مش قلت لك اقعدي في البيت علشان ترعي الولاد؟ وبدات تقول له انا حابه انزل المحل، والله لو مش عاجبك طلقني. وبدا يعني نشوف مشاده ما بينهم، استل على اسرها السكين وطعنها ما يقرب من 15 او 18 طعنه، ثم غلق عليها الباب وانصرف.
بعد انصرافه فتحت باب المحل وبدات انها تصرخ وتستغيث، وانهارت على الارض غارقه في دمائها. وبدا الاهالي يتجمعوا، بداوا ان هم يسعفوها ويحاولوا ينقلوها المستشفى، وبالفعل تم نقلها لمستشفى نبروه المركزي ومنها لمستشفى الجامعه بمدينه المنصوره. ترك ده كله خلفه وطلع على اولاده الثلاثه، وكانه بيقول حل لسانه، بيقول لنفسه انا مش لاقي حد يرعى اولادي. احنا طبعا مش بنشوف ليه مبرر، ولكن ده كلام الاهالي. بنأكد المره الثانيه ده كلام الاهالي وحكايات تروى على السنه الاهالي والمقربين من الطرفين، لان الطرفين تربطهم صله قرابه. قال وللاسف تملكوا الشيطان في هذه اللحظه واليأس، وكبت جواه ان خلاص ولادي مش عارف ارعاهم، وبدا للاسف شديد ان هو يخنق فيهم واحد وراء الثاني. اللي كانت شاهده على العيان وشهيده العيان الوحيده في هذه الواقعه الاليمه نجلة شقيقه، طفله شافت اللي حصل، الطفله اليتيمه بدات تصرخ، هو خلص على الولاد وسد الباب عليهم من بره. زي ما بيقولوا الاهالي الحمد لله ان ما خلصت على بنت اخوه كمان بالمره، سابهم علشان ما يحتارش ويقول مين اللي هيرعاهم، واعتقد ان زوجته ماتت وقال لك انا كده كده ميت وكده كده هيتحاكم عليا بالاعدام، واعتقد ان زوجته ماتت والتي الحمد لله هي ما زالت على قيد الحياه وفي حاله تحسن من امس حتى اليوم. وخنق الاولاد. في بعض المصادر بتقول ان هو سموهم، الكلام غير مؤكد، والاهالي اكدوا ان هم دخلوا لقوا الولاد كلهم مخنوقين واثار زرقه على عنقهم على رقبتهم، وان الطفل الاخير اللي بالغ من العمر 5 سنوات للاسف عينيه كانت طالعه بره من كتر ومن قوه الخنقه على رقبته. الاهالي اتجمعوا كسروا الباب، البنت عماله بتصوت، كسروا الباب دخلوا لقوا الولاد بالمنظر ده. الناس احتارت، الناس ذهلت، اول مره يشوفوا اللي حصل، مش متخيلين ان عصام هذا الرجل الهادئ المحب وشديد التعلق باولاده يخرج منه هذا الفعل او هذه الجريمه البشعه. طلع وسابهم وهرب من مسرح الجريمه. اعتقد ان هو هيهرب وان هو هيعيش في مكان تاني وهيهرب من ايد العداله. تفاجئوا بسماع وتداول اخبار بانه القى نفسه منتحرا اسفل عجلات القطار بمركز طلخه بمحافظه الدقهليه. القى نفسه وانهى حياته. اعتقد انه كده ارتاح وريح ولاده، ولكن للاسف اللي لسه عايشين وشاهدين على الواقعه في مأساة، مش قادرين يصدقوا ما بين الصدمه وما بين الحزن وما بين الذهول والرعب والهلع من اللي حصل. ما زلنا معاكم متابعي برميديا في انتظار وصول الجثامين في لحظات معدودة، خلال لحظات معدودة الجثامين على مقربة من الدخول إلينا الآن. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين والسعيد عبد الفتاح العزباوي، وقفنا عقب صلاة العشاء من مسجد أبو الغيط، والعزاء غدا بمضيفة الشيخ مجاوي. سامعين يعني؟ والدوام لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا في بالله. اليوم عصام عبد الفتاح العزباوي، الأب ده الأب، ومريم عصام العزباوي، يا وجع القلب، ومحمد عصام العزباوي، ومعاذ عصام العزباوي، أخو كل من روحي سامي عبد الفتاح العزباوي، والدير عبد الفتاح العزباوي، والسعيد عبد الفتاح العزباوي. وقفنا عقب صلاة العشاء من مسجد أبو الغيط، والعزاء غدا بمدينة الشيخ مجاوي، والبراء والسلام لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني صراخ الاهل والاقارب بعد ما سمعوا صوت يعني المنادي هو بينادي على لحظه يعني اقامه الصلاه الجنازه بعد صلاه العشاء مباركه داخل مسجد ابو الغيط الموجود بمركز مدينه نبروه بمحافظه الدقهليه. وبيذيع اسامي الأطفال والأب عصام العزباوي 35 سنة سائق، وأطفاله مريم ومحمد ومعاذ ما بين 5 و8 و10 سنوات. شايفين صورتهم، صورة توجع القلب. الصورة دي انتشرت على مواقع السوشيال ميديا وكأنها يعني انتشار نار في الهشيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أرجو من كل متابعينا، سامعين الصراخ، سامعين وجع القلب،
ما بين ناس بتزغرط، والزغرطه بتحمل معنى من الاسى والحزن. ما نسمعش الزغرطه غير في الافراح، هنا شفناها في الحزن، هنا شفناها في الالم، منتظرين وصول الجسامين في اي لحظه. لحظات بتحمل مزيد من الالم والحزن، تحمل مأساة 3 أطفال فقدوا الحنان منذ لحظة يعني رحيل والدتهم، ويعني لم يجدوا أي حضن دافي ليهم. الأب يأس من وجود حضن دافي يحضن ولاده، فقال القبر يضمهم أحن بيهم من أي حد تاني. للعلم أو على الرغم من أن صديقة الزوجة أكدت أن هي كانت حنينة في حق الولاد، لكن كانت ليها رغبة زي يا ست أن هي تقعد في المحل تفك جو، تتخانق من قعدة البيت. وهنا دبت الخلافات، وكانت بذرة وجود الشيطان للأسف الشديد الذي نزغ بينهما، وهيأ للزوج ان هو ينهي حياة زوجته. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بنطلب من كل متابعي أبو كبير ميديا الدعاء للزوج أو للأطفال ال3 بالرحمة والمغفرة، وربنا يسامح الأب على اللي عمله، وللزوجة بأن ربنا يعني يقومها بألف سلامة. هنرصد لكم مزيد من تغطيتنا المستمرة، منتظرين لحظة وصول الجسامين ال4، وشفنا تجهيز ال4 جسامين. خالص دعواتكم لملائكة الرحمة ان ربنا يغفر لهم ويرحمهم ويتقبلهم عنده، عصافير الجنة ال3، والأب المتهم بإنهاء حياتهم، والذي ألقى بنفسه بعدها لطبعا أسفل عجلات القطار، ليتحول من جسد راجل في عز شبابه وريعان شبابه إلى أشلاء متناثرة على قضبان يعني سكة الحديد، أو على قضبان قطار مركز طلخة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يكفينا شر الشيطان، شيطان الإنس أو الجان، الشيطان اللي بيتملك من البني آدم ويخلي حياته عبارة عن صفحة سوداء مش شايف منها أي لون، شايف الدنيا كلها ضباب اتقفلت في وشه. مين هيرعى أولادي؟ مين هيحضنهم؟ الزوجة رقم 4 رفضا، أو إن هي مش عاوزة ترعاهم طول الوقت، مش عايزة تقعد معاهم طول الوقت، وأنا لسه هتجوز تاني. طب أنا وقت انهيار ضربتها وطعنتها، هعيش ليه؟ يموتوا هم كمان معايا وبعدين أموت نفسي. ليس يعني مبرر في ارتكاب جريمة القتل، ولكن هذا ما يتم تداوله وسرده من حكايات على طبعا داخل مركز ومدينة النبرو. بشكركم متابعي أبو كبير ميديا، كنت معكم أنا حسناء رفعت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.